معلش انا عارفه ان انا كان بقالي فتره ما عملتش اي فيديوز خالص، بس كنت بحاول ادور على حاجه فعلا تستحق ان انا اتكلم فيها. يعني حاجه بسيطه جدا عن تاني سنه في الجامعه. دي حاجه مختلفه تماما مع الورك لود بتاع الجامعه. كتر اكيد وكده، بس برضو بقيت حاسه ان انا عارفه انا عايزه اعمل ايه في حياتي اكتر. حاسه ان انا عندي فكره اوضح انا عايزه اشتغل ايه، عايزه اعمل ايه في حياتي كده. هي بس الفكرة ان انا يعني نفسي ان احنا كلنا نكون يعني بنعمل حاجة علشان احنا عاوزين نعملها. مش بس قصدي في دراسة وكده، بس انا قصدي عامة. مثلا ليه بنعمل حاجات احنا لمجرد ان احنا مضطرين؟ الفكرة كلها ان انا عايزاكي تعملي الحاجة اللي تريحك، عايزاكي ما تحسيش ان في حاجة موقفاكي ان انتي تعملي اللي انتي عاوزاه. مش بقولك تروحي تشربي سجاير ولا تكلمي اهلك بطريقة وحشة ولا تبقي قلة الادب في طريقة الكلام لو حد معترض معاكي في اسلوب حياتك او اي حاجة انتي بتعمليها. اعملي اللي يريحك واعملي اللي يبسطك، ما تخليش كلام الناس يوقفك. نفسي كده ان احنا نتحرر شوية من التركيز في كلام الناس والتركيز في هما شايفين ايه ورأيهم في ايه. اعملي اللي انت عاوزاه. لو انت عايزة تدوري على شغل، روحي دوري على شغل. حاولي تقنعي اهلك ان انت تلاقي مكان مثلا قريب من البيت لو اهلك عندهم مشكلة في الديستنس. تلاقي مكان يعني امان ان انتي تشتغلي فيه برضو، عشان اوقات بيكون في قلق وكل حاجة برضو لازم نقدر. بس قصدي برضو انه ده مش سبب يخليكي ما تعمليش اللي انتي عاوزاه. ركزي في نجاحك، ركزي في انتي عايزة تعملي ايه، ركزي في اهدافك في حياتك ايه بالظبط. دوري على internships في مصر او برا مصر. دوري على والله اوقات حتى ممكن تكلمي اي فيسبوك بيجز انت انترستد فيها. لو انت مثلا بتحبي تكتبي حاجات كتير جدا ممكن تعمليها. مش لازم دايما يكون محتاجه لها فلوس او تكوني محتاجه لها، يعني مش لازم كل حاجه تكون معقده. يعني مهم ان انت لو انت عايزه حاجه فعلا اشتغلي كده عشانها. ما تحسسيش نفسك انه في 500 حاجه واقفه قصادك وبتاع. فعلا لو يعني من الحاجات اللي انا اتعلمتها من تجربتي هنا هي انت لو فعلا عايزه حاجه وبتشتغلي كويس عشانها، ماشي ما بتبقاش سهلة ولا حاجة، بس في الآخر فعلا it pays off. في الآخر فعلا هتحققي اللي انت فعلا كنت عاوزاه، أو at least هتكوني في الطريق لان انت تعملي الحاجة دي. دي حاجة بس بسيطة جدا. هنزل اكيد فيديوز تاني اكتر، بس يعني عايزة اعرف انتوا عاوزين اصلا ان انا اتكلم في ايه. ممكن اتكلم عن تجربة الشغل دي اكتر، ومش عارفة يعني حاسة انه في اختلافات كتير كده حصلت في الكام شهر اللي فاتوا دول. الجامعة فرقت جدا والتجربة اتغيرت جدا. المسؤوليات مختلفة جدا. فحاسة كده انه بتغير، وحاسة ان انا بكبر، وحاسة ان دماغي حتى تفكيرها والاولويات اللي في دماغي بتتغير للأحسن بطريقة productive اكتر. فنفسي ان انا اشارك ده معاكم واحكي لكم عن تجربتي وكل حاجة، بس في نفس الوقت مش عارفة يعني عايزة الحاجات دي يكون فعلا بتجيب نتيجة.